النتائج الله جل وعلا ذكرها لنا ولله الحمد، يعني انتهينا. يقول الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لم نسمع أن أحدا ارتد عن الإسلام، بل العكس، أن كثيرا بل الآن في هذه الأيام نشهد بين الفينة والأخرى أن فلانا دخل الإسلام، بل من نفس الجنسية التي تتحدى رسول الإسلام الآن بفضل الله جل وعلا. فبالتالي هذه الهجمة الشرسة المقصود بها إلى الإساءة إلى الدين الإسلامي، نعم، وإلى التقليل من الدين الإسلامي. الامتداد يا جماعة، امتداد الدين الإسلامي الآن في البلاد التي لم نكن نتوقع أن يصل إليها الدين الإسلامي. الآن التمدد الإسلامي في أوروبا ضخم وعظيم. وقد تكون هذه الكفاية كما ذكر بأن الله سبحانه وتعالى يحول مجرى الإنسان تماما. أذكر نائب حزب اليمين الهولندي الذي كان في البرلمان يتصدر حرب الإسلام وحرب المسلمين، وأعلن بأنه سيخرج كتابا يفتح فيه الإسلام والمسلمين ويبين عوارهم، فإذا به يؤلف كتابا حول أن هذا الدين هو الحق وأن الناس عليه. فكيف سبحان الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يشرح قلوب العباد. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قال فهو يحزن ذلك ويحزننا نحن، لكن الله عز وجل يسلي على نبيه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكما تفضلت بعضهم جحود، وهو يدرك تماما بأن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن الحسد والبغضاء والكراهية تحمله أحيانا على ألا يتبع الرسول. في مثل هذا المقام أن الإسلام إذا حورب اشتد، نعم، وإذا ترك امتد.